انا جربت المحل ده مرتين، مره في المحل وما كانش حد عارف اي حاجه، والمره التانية في البيت والاوردر كان متوصى عليه. فتعال نشوف ايه اللي حصل. محل النهارده هو بيعمل كل انواع الاكل تقريبا، بس هو مش معروف، وعشان كده يلا نكمل. محلات مجهوله، ولو حلوه هقول هي ايه، ولو مش حلوه ولا كاني جربت حاجه. وده الجزء ال16. وكالعاده طبعا يا ريت لو اي حد منكم عرف اسم المكان ما يكتبوش في الكومنتات عشان ما يبوظش كل اللي انا بحاول اعمله. محل النهارده زي ما قلت لكم بيعمل حاجات كتير قوي، مشويات، فطاير، بيتزا، شاورما، حاجات كتير كده. حاولت اجرب من هناك حاجه من كل حاجه عشان ابقى اديت المكان حقه. ابتديت اول حاجه بالبيتزا تشيكن رانش، ده كان الحجم الصغير، شكلها كان لذيذ الصراحه. اخدت حته كده ودوق، هي عامه كانت حلوه. تتبيله الفراخ برضو بتاعتها الصراحه كانت عجباني قوي، وتاتش فلفل الالوان ده برضو اللي هم كانوا حاطينه كان لذيذ. جربت بيتزا برضو على اسم المكان وانا في البيت، برضو الحجم الصغير، بس كانت متقطعه 8 قطع. كان فيها ميكس لحوم كتير بقى، سوسيس ولحمه مفرومه وبسطرمه ومشروم وحاجات كده كتير. بس انا عامه ما بحبش ميكس الحاجات الكتير دي مع بعض. بس هي عامه كعجينه وجبنه نفس تقريبا البيتزا اللي انا جربتها لوحدي. وسواء البيتزا دي او البيتزا دي الاتنين سعرهم 95 جنيه. انا مش عارف الصراحه الاسعار دلوقتي ايه في السوق، بس اعتقد يعني ان السعر ده متوسط، ولا هو رخيص ولا هو غالي. المهم دخلت بعد كده على الفطيره السجق، ده كان الحجم الصغير سعرها 95 جنيه. الفطيره الصراحه الحشو بتاعها كان كويس، سواء الجبنه او السجق. العجينه كمان بتاعتها كانت طريه وحلوه. فعامه هي كفطيره كانت عجباني، بس كنت حاسس بس ساعه لما دقتها ان السجق محتاج يتحبش عن كده شويه، وغير كده الطماطم برضو محتاجه تقل سنه بسيطه، او ممكن يشيلوا شويه طماطم ويحطوا مكانها فلفل الوان من البيتزا اللي فاتت. الصراحه كان طعمه حلو قوي. جربت برضو من هناك سندوتشات الشاورما. اول واحد منهم سندوتش شاورما لحم مصري في عيش سوري، وده بيكون معمول في العيش الصاج. الحشو نفسه بتاع السندوتش كان كتير. تتبيله الشاورما نفسها كانت عجباني، بس هي بس كان فيها شده بسيطه كده، هي ما كانتش مضايقاني بس كانت موجوده. وتاني حاجه سندوتش شاورما الفراخ اللي في عيش سوري، هي برضو الحشو بتاعه كان كتير، بس انا الصراحه فضلت الشاورما اللحمه اكتر. كنت حاسس السندوتش ده دراي شويه، كانت محتاجه التوميه تزيد فيه عن كده. بس هما كانوا جايبين توميه بره انا دقته بيها، هو السندوتش بقى احسن. بس الفكره كلها ان طعم التوميه نفسه محتاج يبقى مركز عن كده شويه. انا جبت الشاورما اللحمه ب 85 جنيه والشاورما الفراخ ب 75 جنيه، بس عرفت بعد الفيديو ان هم رخصوا الاسعار، خلوا اللحمه 75 جنيه والفراخ 70 جنيه. جربت بقى في البيت بوكس كده فيه 7 حتت شاورما، 2 ستريبس، عيش محمص وبطاطس وكول سلو وتوميه ومخلل. البوكس ده اسمه كارما بوكس وسعره 120 جنيه. السندوتشات الصراحه التحميصه بتاعتها كانت احلى. الشاورما اللحمه كان هو تقريبا، بس الشاورما الفراخ الصراحه كانوا مقطعينها شرايح ارفع، زائد ان هم كانوا مزودين التوميه في السندوتش، في السندوتش ما كانش دراي. فعجبني السندوتش ده عن السندوتش اللي انا كنت جايبه الصراحه. الستريبس اللي في البوكس ده كان تقريبا محطوط عليها توابل الشرق الاقصى. هي طعمها كان حلو وطعم الكراست كان حلو. الفراخ بس كان سمكها محتاج يزيد شويه، زائد ان لونها كان محتاج يبقى ذهبي عن كده شويه، بس دي سهله يعني. البطاطس الصراحه كانت حلوه بس كانت منديه شويه من التغليف. بس اللي كان حلو قوي الكول سلو. الكول سلو كان خطير خطير خطير. جربت برضو من هناك الفراخ اللي على الفحم. انا كنت طالب نص فرخه بيجي معاها رز وبطاطس وسلطه وطحينه وعيش. الرز الصراحه كان طعمه حلو، وهكذا البطاطس، بس البطاطس بس كانت منديه شويه. المهم بقى الفراخ انا قطعت لي حته كده من الصدر. الصراحه الصدر التتبيله بتاعته كانت حلوه قوي، الصدر كان نظيف فكان عاجبني جدا. سعر النص فرخه دي بكل الحاجات اللي معاها 160 جنيه. وجربت بقى وانا في البيت وجبه ميكس جريل، دي بيكون فيها تمن شيش، تمن صدور فراخ، تمن كفته ورز، وعلى جنب وفي علبه لوحدها بطاطس. والمره دي بقى كانت احلى بكتير عشان البطاطس كانت كريسبي، وده اصلا اللي انا كنت بتكلم فيه. وقالوا لي ان الوجبات من فوق النص فرخه بتيجي على طول معاها علبه بره كده بطاطس. فالاوردر اللي انا طلبته ده طلع فيه مشكله، بس هم قالوا لي ان شاء الله انها مش هتتكرر تاني. جربت بقى في الاول الكفته، هي طعمها كان كويس، بس الفكره كلها ان هم كانوا فرمينها فرمتين. اعتقد لو كانت فرمه واحده كانت هتبقى احلى. الصدور فراخ هي كانت معموله على الفحم، بس كانت متقطعه رفيع قوي فالفحم نشفها. عامه التتبيله بتاعتها كانت حلوه، بس الفكره كلها ان هم بس كانوا محتاجين يتخنوا القطع شويه. جربت برضه في الاخر الشيش، وهو الصراحه كان حلو سواء طعم او تتبيله، فكان جامد. قفلت بقى في الاخر بفطيره حلو. هي فطيره على اسم المكان، هي فيها حاجات كتير قوي كده، غيبوبه سكر من الاخر، عسل، قشطه، مربى، كاستر، مكسرات وشوكولاته. كميه سكريات رهيبه والله. الفطيره نفسها الصراحه طعمها كان حلو، فيها حاجات كتير قوي. يمكن المربى لو كانت اتشالت ما كنتش تحس بفرق قوي، بس هي عامه كانت عجباني. 3 4 حتت كده وهتريح بعدها، مش هتقدر تكمل. عامه سعر الفطيره دي 70 جنيه. وجربت برضه فطيره تانية وانا في البيت، اسمها فطيره فواكه، سعرها 65 جنيه. وهي بتكون فطيره بالكاستر مسقيه شويه شربات من فوق وعليها كميه الفواكه دي. الصراحه هي كان طعمها حلو قوي وكانت خفيفه جدا، فعامه عجبتني. بس هي مشكلتها بس انها بتبهدل الدنيا، يعني بهدلت لي البنطلون والمكتب والتيشيرت وكل حاجه تقريبا. وحاجه برضه انا ما كنتش متوقعها خالص، الراجل رشحها لي هناك، وهي الرز بلبن. بصوا يا
جماعه هو الرز بلبن هناك سعره 10 جنيه، انت محتاج تجربه. واخد وش قشطه كده حلو من فوق، زائد ان انت حاسس جواه بطعم جوز هند وحاسس جواه بالقشطه نفسها. هو الصراحه كان حلو مش تقيل وتحسه كده جامد على سعره. عامه انا المحل ده اصلا كنت طالب منه من فتره اوردر صغير كده بس ما صورتوش. المحل كان لذيذ وحتى كان عنده كام عيب كده، لما كلمتهم استجابوا جدا ليه. فالمحل للامانه بيحاول يطور من نفسه وبيحاول يطور من نفسه بسرعه كمان. وغير ان هو الصراحه عنده فراخ على الفحم وفطير حلوين قوي. وعشان كده هقول لكم اسمه ايه. المحل ده اسمه مذاق الاصيل، موجود في السوق الشرقي في الرحاب جنب كشري التحرير. بصوا هو اللي حصل اصلا بقى اللي انا جربت التجربه الاولانيه لوحدي خالص. كلمت المكان بعدها عشان خاطر اشوف اذا كانوا هم عايزين يطلعوا اسم المكان ولا لا، والراجل اصر وقعد يحلف ان انا لازم اروح اقابله في المكان. ليه؟ طيب يا عم لما تيجي هتعرف. عامه المكان اصلا كان جنب البيت عندي، فرحت لهم لقيته اداني الاوردر العملاق ده. لقيته بيقول لي ان هو عنده بوكس كده اسمه بوكس كارما ده على اسم بنته، وان هو نفسه قوي ان هو يطلع في الفيديو. فقلت خلاص انا هقارن الاوردرين ببعض، لو اوردر متظبط واوردر تاني مش متظبط او اوردر انا طالبه من نفسي، ويبقى هو ده فكره الفيديو. وفي الاخر بقى يا جماعه حابب اقول لكم ان اي حد لو واجهته مشكله في تجربه مع محل، بعد اذنكم كلموا المحل ووصفوا له المشكله. المحلات فعلا بتحاول تطور من نفسها. بس كده ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات ايه المحلات المجهوله اللي عايزين نجربها المره الجايه. وشكرا جدا ليكم لو لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معكم عباظه من قناه لايف وزباظه. سلام.